مين هو أمجد يوسف وإزاي اسمه بقى مرتبط بواحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في سوريا؟ أمجد يوسف كان ضابط مخابرات تابع لنظام بشار الأسد، وكان ليه دور مباشر في العمليات الأمنية جنوب دمشق وقت الثورة السورية، والاتهامات اللي عليه مش قليلة: اعتقالات، تعذيب، وقتل المدنيين بينهم ستات وأطفال وشيوخ. الاسم ده ارتبط تحديدا بمجزرة حي التضامن سنة 2013، المنطقة اللي جنب مخيم اليرموك واللي اتحولت لمسرح لواحدة من أبشع الجرائم اللي اتوثقت بالفيديو. تسجيل نشرته صحيفة الجارديان واللي هو واحد من أصل 27 فيديو ظهر قتل ما لا يقل عن 41 مدني، لكن أهالي المنطقة وثقوا أسماء حوالي 288 ضحية، وفي اعترافات من ناس شاركت في الجرائم بتقول إن العدد ممكن يوصل ل 500 قتيل. بعد سقوط نظام الأسد أمجد اختفى تماما عن الأنظار لحد ما في يوم 24 إبريل 2026 الأجهزة الأمنية السورية قدرت تقبض عليه في عملية في ريف حماه بعد شهور من التتبع والمراقبة. أمجد اتولد سنة 1986 في قرية نبع الطيب في منطقة الغاب، وتربى وسط عيلة كبيرة، وبعدها التحق بأكاديمية الاستخبارات العسكرية في مسلون سنة 2004 وخد تدريب مكثف لمدة 9 شهور، ومع الوقت بدأ يترقى في جهاز المخابرات لحد ما بقى محقق في الفرع 227 سنة 2011، وبعدها بقى نائب رئيس الفرع، وده واحد من أخطر فروع المخابرات السورية. خلال فترة الثورة كان مسؤول بشكل مباشر عن اعتقال وتعذيب وقتل المعارضين، وبعدها اتنقل لقيادة العمليات في جنوب دمشق خصوصا في مناطق زي التضامن واليرموك، وفضل في الدور ده لحد سنة 2021. مجزرة التضامن نفسها حصلت يوم 1 إبريل 2013 في شارع نسرين، لكن محدش عرف عنها غير بعد 9 سنين لما اتنشر الفيديو سنة 2022. الفيديو نفسه كشف طريقة قتل مرعبة: مدنيين متكتفين ومعصوبين العينين، بيتقال لهم إن في قناص ولازم يجروا، وهم في الحقيقة بيجروا على حفرة متحضرة مسبقا، أول ما يقربوا منها بيتضرب عليهم نار أو يقعوا فيها ويتقتلوا بالرصاص من فوق. وفي مشاهد تانية تم ذبح رجل مسن، ومدنيين كتير اتجمعوا واترموا في الحفرة، وبعد ما الجثث اتكدست اتحط فوقها كاوتش وخشب واتولعت بالنار عشان يختفي أي دليل. عدد الضحايا في المجزرة دي وصل ل 41 شخص موثقين بينهم ستات وأطفال، لكن الواقع ممكن يكون أكبر بكتير. الفيديو نفسه اتسرب لما واحد اتطلب منه يصلح لابتوب تابع للفرع 227، ولما فتحه لقى التسجيلات، وبعدها وصلت لنشطة سورية اسمها أنصار شحود، واللي مع باحثين تانيين فضلوا يحققوا في القصة 3 سنين لحد ما وصلوا لهوية الشخص اللي في الفيديو. اللي كشف تورط أمجد بشكل أوضح إن الباحثة قدرت توصل له على فيسبوك بهوية مزيفة، ومع الوقت بدأ يعترف بنفسه بجرائم قتل، وبيبرر ده إنه كان بينتقم لمقتل أخوه سنة 2013. والفيديو اللي اتنشر مش الوحيد، في 26 تسجيل تانيين لنفس النوع من الجرائم وكلها في نفس المكان تقريبا. وفي فيديو تاني غير منشور ظهر أمجد وهو بيقتل 6 ستات جوه حفرة، وبعدها بيحرق الجثث ويردمها بجرافة. وكمان في شهادة لواحد من زملائه قال إنه كان بيخطف ستات من الشوارع، وبعضهم كانوا بيتعرضوا للاغتصاب أو القتل، وإن في أكثر من 12 مجزرة جماعية حصلت في نفس الحي. وبعد سقوط النظام في ديسمبر 2024 السوريين بدأوا يدوروا على المفقودين، واسم مجزرة التضامن رجع يطلع تاني، وبدأت رحلة البحث عن أمجد. وكان في ملاحقات دولية لبعض المتورطين زي القبض على واحد من المشاركين في ألمانيا سنة 2023، ومع تشكيل الحكومة الجديدة بدأت حملات أمنية للقبض على عناصر النظام السابق، وكمان اتعملت مكافآت مالية للي يوصل لأي حد من المتهمين. ومكان الحفرة بقى معروف وبقى موقع بيزوروا الصحفيين والباحثين، خصوصا بعد ما تلاقت بقايا عظام بشرية حواليه. وفي يوم القبض عليه 24 إبريل 2026 انتشرت صور لرجل مرعوب جوه عربية أمنية وأنفه بينزف، والناس بدأت تسأل هل ده أمجد يوسف؟ وبعدها بساعات وزارة الداخلية أكدت الخبر رسميا ونشرت صورته وهو لابس ملابس السجن. العملية دي جت بعد شهور طويلة من التتبع ومحاولات سابقة فشلت لحد ما تم تحديد مكانه في قرية نبع الطيب، وكان هرب بره سوريا بعد انتشار الفيديو، لكن رجع تاني وفضل مرتبط بالأجهزة الأمنية لحد سقوط النظام، وبعدها فضل يتنقل من مكان لمكان لحد ما تم القبض عليه في النهاية.